السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم جايب لكم نموذج أسئلة مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي. بس قبل لا نبدأ المقطع اشتركوا بالقناة وفعلوا زر التنبيهات وتفعلوا لايك مثلكم. قناة تليجرام راح تلقون رابط تحت الوصف. أي سؤال أي استفسار بخصوص أي شيء بقية النماذج راح تلقون إن شاء الله بقناة تليجرام. السؤال الأول: ما المقصود بالمفردات التالية لخمس فقط؟ أولا جهاز الدوران، اثنين الحجاب الحاجز، ثلاثة الامتصاص، وأربعة البنكرياس، وخمسة الإخراج، وستة الحالب. طبعا هو ما المقصود يعني تعرف جهاز الدوران والحجاب الحاجز وإلى آخره. عندنا السؤال الثاني، قال لك اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس لخمس فقط. أولا ينتقل الدم من القلب إلى أجزاء الجسم عن طريق أولا الشرايين أو ثانيا الأوردة. تختار الإجابة الصحيحة. اثنين، أحد الأجهزة وظيفته التبادل الغازي بين الجسم والمحيط الخارجي، جهاز التبولي أو جهاز التنفس. ثلاثة، النسبة التي تشكلها الماء من البول تبلغ أولا 5% أو 95%. تختار الإجابة الصحيحة. وأربعة، عضو يفرز المادة الصفراء التي تعمل على هضم المواد الدهنية، الكبد، البنكرياس. تختار واحد منهم. وخمسة، عضو عضلي يشبه الكيس له فتحة لدخول الطعام وأخرى لخروج الطعام يسمى المعدة أو المثانة. وستة، أنبوب ينقل البول من المثانة إلى الخارج الجسم، الحليل أو الحالب. اختار واحدة من العدة. والسؤال الثالث قال لك أعطي جواب مناسب لخمسة مما يأتي. أولا قدرة خلايا الدم البيضاء على تغيير شكلها. اثنين، لا يتم في الأمعاء الغليظة أي نوع من أنواع الهضم. ثلاثة، قدرة المثانة على خزن كمية كبيرة من البول. وأربعة، من المهم جدا تعقيم الجروح وتضميدها. وخمسة، انقباض عضلات القلب وانبساطها. وستة، تكثر أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء. طبعا هو تعليل يعني بنقول لك أعطي جواب مناسب. والسؤال الرابع قال لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة لخمس فقط. عندنا أولا تتراوح نسبة الماء في جسم الإنسان من 20 إلى 30%. صح أم خطأ؟ اثنين، من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي فشل كلوي. صح أم خطأ؟ ثلاثة، تتكون الرئة اليمنى من قص واحد. صح أم خطأ؟ أربعة، الشعيرات الدموية هي أوعية دموية دقيقة تصل بين الشرايين والأوردة. صح أم خطأ؟ وخمسة، البلعوم هو تركيب مشترك بين الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. صح أم خطأ؟ ستة، تبلغ طول أمعاء الدقيقة نحو 6 متر مما يساعده على زيادة في الامتصاص. صح أم خطأ؟ والسؤال الخامس قال لك أجب عن فرعين فقط. ألف، عرف الهضم وعدد أنواعه. باء، ممن يتكون الجهاز التنفسي. وجيم، ماء الدم وما هي مكونات الدم. طبعا هذا كان السؤال الخامس والأخير من نموذج اليوم. أتمنى استفادتم منه وأتمنى يكون تحضير جيد للامتحان. فهذا كل شيء كان حبيت أقدم مقطع. نلتقيكم إن شاء الله فيديوهات قادمة ونماذج قادمة، وإلى اللقاء.